هلا، اليوم جربنا الكيكة جاهزة. طبعا أثناء الشغل صار عندي غلط لأن ابني خبصني أريد كيك. راح نفرغ محتويات الكيس وراح نضيف عليه كوب زيت، 3 بيض وكوب حليب. نخبط المواد كل زين سوية. الخليط الثاني اللي هو يجي بكيس منفصل، هذا ينخبط بس ويا حليب، والمفروض ينضاف فوق الخليط الأبيض بس وهي الكيكة بالقالب حتى يطلع شكل المرمر بالكيكة. بس من خبصني ابني ضفته فوق الخليط الأبيض، فخلص بعدين خلطتها سوية وسويتها كيكة شوكولاتة. طبعا ندهن القالب كل زين ونضيف الخليط، وأكيد ما ننسى هذه الحركة. ندخلها الفرن حامي أثناء الشغل. أنا خليتها على الرف التحتان على درجة حرارة 160، واحتاجت من عندي وقت ساعة. هذا شكلها بعد ما طلعت. طبعا اختبرتها مرة ثانية إذا مستوية أو لا. وطبعا أكو شغلة ثانية أنا سويتها على العلبة، مكتوب لازم نضيف زبد، أنا ضفت زيت النباتي العادي، أو حسب تجربتي الكيكة ما تأثرت، صارت كلش هشة وطيبة.